حمود، شو تعليقك على زيارة رئيس فرنسا لإسرائيل؟ زفت. زفت. وجه رسالة. طبعا حمود ما شاء الله شايفين تضخم، بس حمود طفل. انت قديش عمرك يا حمود؟ 11 سنة ما شاء الله تبارك الله. حمود، احكي كلمة للناس بلكي سمعوا منك. أنا بقول إنه توقف هاي الحرب وكل المشاهير يطلعوا عشان يوقفوا. كل المشاهير يطلعوا؟ عشان في يعني انت بتطالب مهاوش انه، ومين كمان بتطالب غير مهاوش؟ طيب منتصر كمان وراغدة كمان انهم يوقفوا الحرب. وإنهم يوقفوا الحرب. حبيبي حمود، الله يسعدك. شكرا لك على مشاركتك. طبعا هاي جارنا ناجي، كل الشكر له. حيخلينا نعبي مي قبله، كل احترام. طبعا ناجي ما كانش راضي يخلينا نعبي مي، قال بصور عشان يخلينا نعبي. طبعا ناجي صلاتك يا النبي، شجاع رهيب والله، من احسن الناس في غزه. مؤمن، شو رايك في ناجي بصراحه؟ والله ونعم الجير، اقسم بالله والله. كل احترام. هي جيران لبعض في الحرب، الجيران لبعض. هاي كلام انت. والله ما رضي غير خلينا نعبي قبله. شكرا لك يا ناجي والله. 10 دقائق في ثواني على السريع بالضبط، 10 دقائق. تمام، شكرا يا ناجي يا حبيبي، كل الاحترام. هي بدنا نازل لكم حسابه، بدنا داعم لناجي، ادعموا لنا اياه. طبعا جارنا الاغلى والله العظيم، احسن واحد في غزه بشهاده الجميع، عماد اليوم ان شاء الله تطوع انه هو حيوقف على دور الخبز. ربنا معاك يا بطل، وانت قدها، وان شاء الله تبيض وجهنا يا عماد باذن الله. انا واثق فيك يا عماد. انا اعذرني قبل الحرب ما كنتش احكي معاك كثير، هيك تشوفني ماري زي هيك، بس انت عارف ضغوطات الحرب. بس يشهد الله انك من الاقرب على قلبي في هالحاره. مؤمن، شو رايك في عماد بصراحه؟ عماد عزمة الحق، والله كلمة حق. كل احترامي لك يا عماد، باذن الله ان شاء الله يوم في خبز ان شاء الله يا رب. طبعا عماد ما عرفش ورجع بالطحين. اذا عماد رجع بالطحين عارف انه وضع البلد زي الزفت من الاخر. يعني اذا عماد ما جابش طحينه، ما جابش خبز، يعني فيش حد بيقدر يجيب خبز. طب مين نكلم عماد؟ ما يتكلم.